انه استضيف الزميل وسام بريدي. مساء الخير استاذ وسام. وسام، طبعا شفناك من الناشطين في كل هالتحركات يلي صارت، شو اللي حمسك حقيقة بالمنطلق لتكون ضمن هذا الحراك الشعبي؟ يعني صراحة وليد أنا كنت موجود، ولكن نزولي كان شوي، يعني معلش لو بدي استعمل هالتعبير، من الغباء انه اي شخص لبناني ان كان بلبنان ولا خارج لبنان ما يكون مع هالتحرك اللي صار. لانه حقيقة اللي شفناه واللي عشناه بهيدي الظروف هو مش مجموعة من الشباب هن اللي حركوا الشارع فقط. طلعت ريحتكم هن مجموعة من الشباب كان عندهم قضية، وهيدي القضية حركت الرأي العام، لأنه الزبالة وصلت لبيوت كل الناس، وصلت لبيوت الزعماء، وصلت لبيوت المستشفيات، وصلت لبيوتنا كلنا، وقادرة أنها تسممنا، قادرة أنها تضرنا. حقيقة اللي شجعني أني أنزل وليد هو شغلة كتير صارنا فترة طويلة عم ننبش عليها، وهي أنه هالحراك اللي صار قدر يخلق شيء اسمه رأي عام. هذا الرأي عام اللي صار لنا فترة كتير فاقدينه، لأنه جماعات الضغط اللي موجودة بالبلد صارت تابعة الأحزاب. يمكن اليوم عندنا كثير من النائبات مضغوط عليها، لا حتى يعني جماعات الضغط اللي هي النائبات اليوم صارت داخله فيها الأحزاب، ما عادت قادرة تنزل تحكي بمطالب الناس. اليوم نحن قدام فرصة حقيقية إن قدرنا نخلق رأي عام جديد نزل على الشارع. هالرأي العام قادر يتحرك بقضايا مصيرية، ولكن الأهم من هيدا كله ليش أنا نزلت كرمال ما تروح هيدي الفرصة، لأنه ما بتتكرر. نحن قدرنا ننزل الناس، الشباب قدروا ينزلوا، مش حأحكي بالأرقام قد ايه نزلنا بآخر النهار، ولكن حرام هيدا المرحلة اللي نحن قدرنا نخلقها ونزلنا فيها على الشارع كرمال نقول انه نحن مش بدنا ثورة ولا بدنا تغيير نظام، لانه النظام عندنا بلبنان ما في احلى منه، بس لازم يتطبق. هو اقوى شيء النظام، نظامنا موجود بس نحن ما بنطبقه وليد. هذه هي المشكله الحقيقيه، انه خلينا نطبق النظام، خلينا نفصل السلطات، خلينا نعمل انتخابات. النظام الديمقراطي البرلمان هي اللي بدنا اياه، يعني 100% تكوين هالرأي العام هو حاجه اساسيه، واليوم بنخسرها اذا ما حددنا الهدف، وهو موضوع البيئه، موضوع النفايات. عندنا قضيه هلا بدي ارجع اسالك عن هالموضوع، يعني تحديد الاهداف، يمكن لانه هذا الاكثر شيء مطروح. بس وسام، كنا عم نحكي معك عن الحراك وإمكانية تحقق هالحراك، بس يمكن السؤال اللي عم ينطرح اليوم وهيك بعض التساؤلات، إنه ما كان أفضل الاكتفاء بمطلب واحد بالأول وتحقيقه، مثلا حل مسألة النفايات أو مشكلة نفايات، وبعدين تكبير العناوين وخصوصا العناوين السياسية؟ طبيعي وليد، يعني اللي عم نرجع نقوله نحن قدام أزمة كتير كبيرة، وهيدي الأزمة منا على فئة معينة من البلد، هيدي أزمة على لبنان كله. حقيقة اللي لازم ينعمل هو خلية، مثل ما قال بول إنه لازم يكون في خلية للأزمة عم تجتمع بيننا وبين الاختصاصيين اللي هن في لجنة وزارية. صحيح، لجنة وزارية، ولكن المطالب اليوم نزلت الشارع 3 مرات، صاروا نازلين الناس على الشارع بين السبت والأحد والسبت، وبعدنا لليوم ما عم نحدد مطلب واضح، مطلب بعناوين واضحة. اليوم بدنا نجي نقول بدنا هيدا الملف ينحل، بدنا انه ينسحب، ما نترك انه اليوم الوزير محمد المشنوق هو ينسحب من هذا الملف. كان مفروض يكون الطلب انه ينسحب هذا الملف، ينسحب من اللجنة الوزارية، ينحط بإيد رئيس الحكومة، يكون في مستشارين من المجتمع المدني مثل بول وغيره اللي عندهم خطة، واصلا في خطط كثيره موجوده بالجوارير قادرين ان نمشي فيها. نحن اليوم تحركنا، انا اليوم كان إلي تواجد، لانه هذا الموضوع بطل بدق بالاطار السياسي. يعني قدرت الناس تتحمل كل شيء، ولكن صرنا عم ندق بصحتنا. مثل ما قال دكتور روني، اليوم صحتنا هي أهم من أي شيء، أهم من أي شخصية سياسية، أهم من أي حزب سياسي، لأنه المتضرر مش هو الإنسان اللي ما عنده حدا، لا، المتضرر هو كل واحد بهذا البلد. عيب علينا أن نكون بعدنا نحن ماشيين بأهداف منا عارفين نلاقي لها حلول، وعيب كمان أن نقدر ننزل على الشارع، لأنه فرصة ما رح تتكرر. صدقني وليد، وقت بنقول نحن مش قد الشارع، اليوم عم نتعاطى مع أحزاب عايشة تاريخ لبنان الحربي والسلمي، وقادرين اليوم لعبة الشارع يتحكموا فيها بالطريقة اللي هن بدهم اياها. لعبة الشارع لازم تنزل لهدف. اليوم بتنزل بتقول هدف واحد. انا مطلبي حقيقة كل الناس اليوم مستعدة، وحتى النواب والوزراء اللي موجودين اليوم بهالسراي الحكومي هن من الاشخاص اللي بدهم حل بهذا الموضوع. هالتربيط اللي موجود بالملف هون العقد الكبير اللي موجود عليه. لازم تنفتح الامور مثل ما هي، لازم الاعلام يكون له دور اكبر من انه تحريضي وبس نزلنا الناس على الشارع. لازم نفوت حقيقة على ثغرات هالموضوع، نعرف ليه ما في حل. عندنا 70%
70 80 ألف طن، ما بعرف بول إذا بيأكد لي 80 ألف طن موجودين بين بيوتنا. هول بدهم حل. نحن إذا فتنا على 10 أيام لقدام عندنا الدنيا بدها تشتي، بيقولوا ب 15 أيلول طلوع تبلش تشتي الدنيا. قد إيه بعد حتتفاعل؟ هل الزباله مع المي اللي رح تنزل، مع الشتاء اللي رح ينزل، قد ايه الامراض اللي رح تزيد؟ ما حدا سئلان. صحه الناس كتير مهمه. الوزير ابو فعور وقت عامل حمله بالمطاعم وبكل المؤسسات بسلامه الغذاء، كانت حمله لكل الناس وقفت حدها. اليوم لازم يكون في شفافيه، لازم تكون المواجهه حتى من الاعلام بطريقه واضحه. هالشباب اللي عم تنزل على الشارع ونحن منه ننزل امات وننزل اولاد لانه حسوا انه في خطر بيئي كتير مهم عليهم. لازم ننزل نقول بدنا خطه. تعبنا من لبنان بقى ننزل ونحكي بالسياسه. سياسي ما لها معنى، خوفنا على الوطن اليوم. السياسي بده يبلش الانقسامات، يعني مثل ما قلت السياسي عم تحرق القضيه. مزبوط. القضيه هي بيئيه، خلينا نطلع من الاطار السياسي والفساد يلي وراءها. اليوم اذا كسبنا معركه كمجتمع مدني او كراي عام، قدرنا نكسب المعركه البيئيه، اي موضوع رح يكون لنا راي فيه. قلنا موضوع الانتخابات النيابيه رح يكون في راي فيه، موضوع رئاسه الجمهوريه رح يكون في راي فيه. ما بقى فينا نستغل لعبه الشارع. وليد اليوم الرجال بيتخانق مع مرته، بينزل بيدعي للاعتصام وبينزل بوقف مصالح الناس وبوقف كل شيء. حقيقة لازم يكون في خلية أزمة عم تشتغل، لازم يكون خلية مش بس من السياسيين. نحن عنا واجبات كإعلاميين، كفنانين، كناس عن جد عندها فكر. اللبناني عم ينجح وين ما كان بالعالم، مش قادر ينجح بحل ملف النفايات بقلب لبنان. أكيد قادرين، بس في قطبة مخفية. هيدي القطبة المخفية لازم الكل يلاقي لها بديل. إذا كان هالتمويل عم يجي من الزبالة، خلي يلاقوا له بديل، يلاقوا له بديل بمطرح تاني، وخلينا نحل موضوع زبالة لأنه صحتنا وصحة كل واحد أهم من كل هالقضايا. وليد نحن بس خليني نرجع صوب الموضوع على مطرح كتير مهم وأساسي. تاريخ لبنان عرف كتير من المظاهرات، عرف كتير من النزلات على الشارع، ولكن كانت بدون هدف. الأساس إنه نحن لو وصلنا لمطرح مثل واحد عنده مدير بقلب هيدي الشركة خيي ما عم يعرف يشتغل، بيضطر قبل ما يشيله لهالمدير يجي يقول له هيدا المشروع بتنزل بتنفذه. نحن اليوم لازم نوصل لمطرح قادرين نعمل لوبينج من وراء الإعلام، من وراء الاختصاصيين، من وراء المجتمع المدني، من وراء الناس اللي قادرين يفكروا بطريقة صحيحة بقلب هيدا البلد. نعمل مشروع كامل متكامل اعلاميا قادرين ندعمه، قادرين نوصله لكل الناس، حتى استفتاء يكون من خلال الاعلام فليكن. هذا المشروع مطروح بمواصفات عالميه. كيف نقدر نحل مشروع الزباله بها 60 70 الف طن اللي متراكمين موجودين بالشارع، وشو الحلول اللي مطروحه لقدام. ونهار اللي حدا بده يرجع يوقف قدام الناس ويقول لا هذا مشروع ما بيسوى، بالوقت اللي في ناس عطيوا ريكومنديشن فيه قالوا انه هذا مشروع بيسوى، ما بقى فينا ننزل على الشارع يا جماعه بدون ما يكون في عنا دفتر شروط بين ايدينا، بدل ما يكون عندنا ورقه ننزل بالشارع وبنقعد جمعه وجمعتين وثلاثه واربعه وخمسه والكل رح يكون موجود وقاعد وما حدا عم يسمع لنا. سامع كل حال، ما حدا عم يسمع لنا، كله موجود وكله منظم وكله في ناس خبراء عم يحضروا كل شيء. يعني المشكله حقيقه عن جد انا موجود، كنت على الارض، انا موجود على الارض مع الشباب، وانا موجود بالبيت وكنا عم نتابع وعم نشتغل مع الشباب تنشوف. اليوم ما بتقدر توصل لحل إلا ما يكون عندك بديل. بتيجي بتقول لشخص أنا هيدا مشروعي، يحط بوجهك مشروع بديل. اليوم ما حدا عنده مشروع بديل، لكن مشروعنا اللي بده يمشي. هيدا المشروع بول اليوم خلينا نحطه على الطاولة. اليوم وليد عم يعمل حلقة تلفزيونية، عم يعمل حلقة، يمكن مستعد كمان يتبنى هالمشروع. يمكن أنا عم بحكي باسم MTV لأني أنا موجود ب MTV، بس أنا أكيد إنه مجلس إدارة MTV مستعد ياخد هيدا المشروع يعرضه على الرأي عام، يحطه قدام الناس، يقول هيدا مشروعنا لحل النفايات اليوم بلبنان. هل المسؤولين مستعدين يتبنوه ونمشي فيه تنلاقي الحل؟ خلونا نحط قصص على الطاولة، ما بقى نحكي بالسياسي، ما بقى نحكي بالبيئة، ما بقى نحكي بإطار. بس هل المشروع اللي انتم عديتوه لمين قدمتوه؟ لملف النفايات؟ في بيانات وليد، في بيانات، لا مشروع موجود يا اخي. انا بأمن بنظرية كثير مهمة. اليوم الايد اللي ما فيك عليها خيي بوسة وادعي لها بالكسر. اليوم نحن واجبنا الوطني، واجبنا الصحي، واجبنا اذا بدنا نبقى بهالبلد خيي. انا خلينا نقرر اول شيء، اذا بدنا نبقى بهالبلد انا عندي واجب، هذا الواجب اللي خلاني انزل على الارض. اليوم انا بيئيا بترك صاحب الاختصاص، بس انا مستعد ابني مشروع لقدام يكون مبني على اسس اساسيه ومنيحه تقدر يمشى فيه بكره. اليوم اذا بدنا نجي نقول بدنا بهي الضيعه وبدنا بهي الضيعه وبدنا بهي الضيعه ناخذ مطامر كرمال نشتغل فيها، انا بقول لك يمكن شبه مستحيل ما لنا مطامر. لا كرمال تنفرز يمكن شبه مستحيل، بس في مشاريع تانية تطرح على السلسله الشرقيه، في مطارح ناخذ هالزباله كلها ونحطها، بس بدنا نطرح مشروع. هذا المشروع لازم نمشي فيه الليله قبل بكره، لانه كل يوم دكتور عم يقطع علينا زباله بالشارع. صح. كل ما المرض عم يلحقنا على بيوتنا اسرع شيء ممكن لاقي حل. سؤال كمان اللي بينطرح انه اذا اخذت الحكومه بهذا المشروع،
هل تتحول من حكومة فاسدة إلى حكومة جيدة أم بتضل بنظر المتظاهرين حكومة فاسدة؟ يا وليد التغيير بيجي لوقته إن ما في حدا بيقدر يستمر بالسلطة للآخر ولا حدا بيقدر يستمر بالمعارضة. أهم شيء إن نطبق هالنظام، نطبق إنه يكون عندنا ببلد ناس بتحكم وناس بتعارض. خيي حتى لو بده يجي حدا يحكمنا من برا، على القليل يكون عندنا سلطة على المعارضة. الدستور الطيب مش واضح، ما بيرضى مش واضح الدستور، منه واضح طبعا واضح. تطبيق ما هو مشكلتنا بالتطبيق نحن. ما هي أوكي. يعني اليوم هالثورة عمين يا وليد، المشكلة لأنه بالمحاصصة السياسية الناس ما عم يطبقوا ولا سياسيين يا وليد اليوم هالثورة عمين. أنا بسأل سؤال عمين. مكونات الأحزاب اللبنانية كلها ممثلة بحكومة وبمجلس نواب. مجلس نواب شغلته يحاسب هالحكومة. كيف واحد بده يحاسب مثل واحد عنده شركة هو رئيس مجلس إدارة وهو الأوديتور؟ يا أخي كيف أنت أوديتور؟ أنت بتنصب وترجع تبررهم؟ ما في مجلس نواب أساسا ما إنه مسكر بوابه من كذا شهر. يعني كثير مهمة هالحالة. نحن عندنا نظام، مش إنه الشعب يطالب بتغيير النظام. نحن عم نطالب بشغلة وحدة، التطبيق. بس تاركينا لكنه قطعوا هيدا عظيم وليد. بس اقول شغله، في مشروع محارق عم ينطرح، عندنا مشروع بديل، خلينا نحطه على الطاوله. عندنا لوبينج من الاعلام، عندنا لوبينج من الناس، مجتمع مدني، خلينا نقعد على الطاوله. على كل حال بتصور انه بهالفقره كثير يعني من القصص الاساسيه يلي طرحت. تفضل اخيرا انه نحن حلنا بقى وليد نوصل لمطرح نغير استراتيجيه التعاطي. اليوم استراتيجية اللي معترف فيها عالميا وبيشتغلوا فيها، بينزلوا الناس بيكونوا رأي عام، بينزلوا على الشارع، تسقط حكومات. بلبنان هالتطبيق غير وارد، لأنه نحن مكونات البلد مذهبية وطائفية وكل القصص. لا بس الحراك ما اسمه تحت عنوان طائفة أو مذهبي. بس غسان حلنا نوصل لمطرح نغير استراتيجية. خيي ما رح تقبلوا معنا بنزلة الشارع، هيدا مشروعنا على الطاولة. اليوم ما رح تتبنوا هذا المشروع فليظهر إلى الرأي العام. وهذا مشروعنا الشفاف مقابل كل المشاريع يلي عم بتقدموها غير شفافة. لأن ما بيعرفوا بالموضوع البيئة كيف بيتعالج، ما بيعرفوا. طبعا بيعرفوا، كلهم بيعرفوا، بس بيعرفوا بأكثر من البيئة. وهون مشكلة. بنتشكركم على حضوركم، نتشكركم كمان على مداخلاتكم. نتأمل انه نبحث بهذه الأمور بتفصيل أكثر. فصل إعلاني أخير ثم نستكمل هذه الحلقة.